ما تقلقش خالص. مش كتير تحس ان الدنيا مقفله كده معاك ومش عارف تعمل ايه، وكل حاجه بقت صعبه، وبقى فيه هموم اكبر من طاقتك. هموم بقى نفسيه، هموم مع العيله، هموم مع اولادك، مع الزوجه، هموم ماديه، ديون، مفيش شغل، مفيش. فانا هاجي النهارده واقول لك مفيش حد خالي، والدنيا دي موجوده عشان فيها اختبار كبير، وانت جوه لجنه الاختبار. وما تبصش في ورقه اللي جنبك، خليك في الورقه بتاعتك. ممكن يكون واحد اختباره في زياده المال، وممكن يكون واحد اختباره في قله المال، واحد اختباره في عدم وجود اولاد، واحد اختباره في اولاد متعبين. بس اللي اقدر اقوله لك من الاختبارات الكتير اللي شفتها في حياتي انا شخصيا، كلمه واحده: ما تقلقش، لان مجري هذا الحال عليك هو اعلم بايه الحال اللي يصلحك. ربنا حتى سبحانه وتعالى قال في حديث قدسي كده تقريبا لو تفتكر معايا: ان من عباده من اذا اغنيته لفسد حاله. فربنا خلاه فقير. وان من عباده من اذا افقرته لفسد حاله. وحتى ربنا بيقول كده في القران في سوره الفجر: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه. الله، ابتلاه فاكرمه ونعمه، يعني ربنا اكرمه ونعمه وفتح عليه، والناس كلها بتقول ده ربنا فتح عليه، ونقول عليه ابتلاه؟ ده ابتلاء ده؟ ايوه. فيقول ربي اكرمن. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، وخلى رزقه بقى يا دوبك، والدنيا زي ما بيقولوا باللغه العاميه منشفها خالص، والدنيا صعبه والدنيا ناشفه والظروف وحشه، ابتلاه برضو. يعني دي عند ربنا اسمها ابتلاه، ودي عند ربنا اسمها ابتلاه. ايوه. حتى ربنا بعد الايتين قال ايه؟ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. كلا، كلا، لا ده ابتلاء ولا ده ابتلاء، ولا ده لا ده، الاثنين ابتلاء، لا ده انعمه ولا ده اهانه. الاثنين اختبار. سيدنا سليمان لما ربنا فتح عليه وسخر له كل الكون عشان دعا دعوه بس، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، ملك ما حدش خده قبل كده، انك انت الوهاب. فسخرنا له الريح والجن والطير وكل حاجه. وفي الاخر قال ايه؟ هذا من فضل ربي ليبلوني. بقى كل ده ليبلوني؟ طب ليه طيب؟ اشكر ام اكفر؟ وربنا قال عليه ايه؟ نعم العبد انه اواب. والعكس، سيدنا ايوب ربنا بقى مش اعطاه، ده خد منه ولاده وخد صحته وخد فلوسه وخد ماله وخد ومرض وكل حاجه، وفي الاخر ربنا قال عليه ايه؟ انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. يعني الاثنين ربنا عليهم قال نعم العبد، لان الموضوع اختبار. لذلك ما تقلقش، لان انت تحت سلطه واداره وهيمنه وملكوت اله رقيب حكيم عليم، عارف الابتلاء اللي انت فيه ده تقدر تستحمله. اولا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. خليك بقى ناصح وخد منه. مصلحه الابتلاء ده في انك تقرب لربنا اكتر. لذلك اي مشكله انت فيها ولا تزعل نفسك. لسه كنت بحكي مشكله لدكتور خالد، حد من اساتذتي والناس اللي بعتز بيهم، قال لي يا رامي انت يعني انت لسه قايل من شويه، قوم صلي ركعتين استغفر ربنا وادعي ربنا وقول له يا رب الابتلاء ده صعب عليا، انا موافق بيه، وخلي بالك وخلي بالك لا يرفع البلاء الا اذا انت وافقت بيه. واللي بيطولوا على نفسهم البلاء بيطول عشان هو مش موافق، مش راضي. الابتلاء مش راضي، مش عاجبه. الشيخ الشعراوي قالها مره زمان، زي واحد دخل على ابنه لا بيلعب، قام مديله قلم قال له بطل لعب يا واد. الواد استكن وقال له انا اسف يا بابا ومش هعمل كده تاني وبتاع، خلاص هيصالحه ويطبطب عليه. لا بيقول له يا ما وجعنيش القلم، هيقوم رازع واحد تاني. فكذلك ربنا اداك ابتلاء، ولله المثل الاعلى، ارضى بيه. لا يرفع بلاء الا اذا رضي به. فلازم، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. طب انا لا شكرت ولا راضي اصلا باللي انا فيه ولا مؤمن باللي انا فيه، والدنيا عندي صعبه خالص، خلاص طب ربنا بقى انت اللي جايبه لنفسك. فرقم واحد ترضى بيه. رقم اتنين، قوم صلي ركعتين وقول له يا رب انا راضي بالابتلاء ده، وممكن يكون اصلا المشكله اللي انا فيها دي بسبب مصيبه انا عملتها وذنب انا عملته. ربنا اللي قال كده، قال ايه؟ وما اصاب من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ده في حاجات كتير كمان ربنا فوتها، فكله بسبب ايه؟ بسبب اللي انت عملته في نفسك. فما تخافش ايمانك يضعف. في واحد بيقول لي طال الابتلاء وخاف لا ايماني يضعف. لا ما تخافش، ايمانك مش هيضعف ولا حاجه، بس انت استغفر وصلي على النبي وطلع صدقات. الصدقه ليها اثر عجيب. وادعي ربنا وقول له يا رب انا راضي بالابتلاء اللي انت فيه. الرضا ليه اثر عجيب.
واحمد ربنا كمان، ارضى واشكره. ايوه، ربنا هيرفع عنك كل حاجه والله العظيم لما تشكره. واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. شوف رب الكون الجميل والسماء الجميله بالالوان الحلوه والشجر الجميل والمسجد الجميل والهواء الجميل. انزل روح بيت ربنا وصلي ركعتين وعيط له. هتروح تعيط لمين؟ هتعيط لواحد صاحبك؟ هتبكي عشان واحد يقول لك هتقعد ترغي معاه 3 ساعات في التليفون تشكي له وفي الاخر يقول لك كلمه واحده ميم عين لام شين معلش؟ خدت انا ايه كده معلش؟ يلا يا ابني انت من هنا. روح بقى لربنا، ربنا يعرف يحلها لك. اللي معاك في التليفون ده ولا يعرف يحل حاجه، ولو عرف ممكن ما يرضاش، ولو رضي ممكن يخربها اكتر، ولو عمل لك كل حاجه وما خربهاش وعمل لك كل حاجه وحل لك كل حاجه ممكن يذلك بعد كده باللي هو عمله لك. لكن ربنا قادر انه يحل ومش هيمن عليك، والهك وستر وغطى وهيحبك. روح لربنا وصلي ركعتين وعيط له، قول له يا رب خلاص ما مش عارف اعمل ايه، تعبت، مراتي زهقت منها، عيالي تعبوني، فلوسي مش لاقي، شغلي بايظ الدنيا. وبعدين ادعي بأدعية الآخرة، بلاش أدعية الدنيا. بلاش اللهم ارزقني واعطيني، ده جميل ما قلتش ما تعملش كده، بس ادعي يا رب اديني في الآخرة، يا رب ارضى عني. الله أكبر الله أكبر. من مسجد المتقين في ولاية قرح دار الأمان في شمال ماليزيا. كان معكم رامي سعيد. يا سلام، مكان جميل، وقت الفطار جميل، نروح نفطر بقى. السلام عليكم. ما تنساش ان لو انت بتفطر ليك دعوة لا ترد، للصائم عند فطري دعوة لا ترد. يمكن ربنا يبعد عنك اي شر بسبب الدعوة دي. بالله عليك ما تنسى الدعوة دي، ادعي قول له يا رب ريحني بس يا رب وانا راضي بأي حاجة، واشكر ربنا وادعي له وطلع صدقة، والله هتشوف الخير كله جاي لك من كل حته، ورب البيت ده شاهد سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في رعايه الله. رب اني لما انزلت الي من خير فقير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله. محمد رسول الله. اشوفكم على خير. حي على الصلاة. يعملوا افطار جماعي هنا جميل. حي على الصلاة. ديوان ابو هريره. حي على الصلاة.